محمد. اتفضل يا محمد. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضرتك طيب. كل لحظة وانت بالصحة والسلامة. أنا كنت اتصلت بحضرتك من حوالي أسبوعين. أيوة. وسألت عن مدى مسؤولية الأب عن أبنائه الذين شتوا لاستخدام يا فندم. الإنترنت. وأنا قلت لو في حوار دافي في الأسرة زي اللي كان بيني وبين أبويا، العيال هينشغلوا بيه، وهيبقى برضو اهتمامهم بالنت أقل. أنا فاكر كويس. نعم. أيوة. ولكن السؤال بقى الأهم. أيوة. أنا مش قادر إن أنا أغيرهم حتى بالحوار الدافئ. حاضر. مسؤوليتي قدام ربنا ايه؟ حاضر. زي ما كان سيدنا عمر بيقول ماذا تقول لربك حين تلقاه غدا؟ حاضر. الاول هسأل عن مدى تجاوب، قبل ما تسيبني، عن مدى تجاوب الهانم معاك في الفكرة. هل هي معاهم؟ لحظة يا فندم. هل هي معاهم وكلامك انت بالنسبة لهم زي الدبش وهي بتحسسهم بكده، ولا هي عيني غلبانة زيك والعيال غلبوكم انتوا الاتنين؟ لا، هي غلبانه زي هم غلبونا احنا الاثنين. بس خلاص. حاضر. هقول اهو. هقول. بشكرك يا محمد، وهقول في جملتين اتنين. كيف او ما السبيل الى تغيير الاولاد، بالذات لما يبقى الهانم هي والبيه مش قادرين عليهم؟ احنا عندنا قانون في الدين كان في سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وموجود القانون ده في سورة آل عمران على الشمال. الله أعلم إذا كانت الآية 155 أو بعدها بآية أو حاجة. أنا الرقم بنساه شوية، لكن ما أقدرش أقول على الشمال وتطلع يمين أبدا ما دامت النسخة بتاعة الحرمين أو الشميرلي بتاعتي اللي حفظت عليها القرآن على الشمال، لأن آخرها الآية دي لانفضوا من حولك، زي ولادك ما بينفضوا زي ولاد غيرك ملايين. قال إيه؟ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. على الشمال آل عمران. بصوا بقى كلمتين ازاي. الرحمة اللي هي المنبع واللين. وانا هعمل لكم مشهد تمثيلي مدته 4 ثواني عشان خاطر احنا ممكن يكون عندنا رحمة، بس يعني شوية كده من الغابة بيلفوا حوالينا فبننفعل بسرعة ونضيع معالمها. انا متخيل ان ده ابني وقاعد قدام كمبيوتر بقاله 7-8 ساعات، فانا ممكن عشان اغيره ادخل عليه واستأذن عشان ما يحسش ان انا بغتة فاجئته ودخلت عليه، فاعمل له يبقى غوري ومضطرب ومنزعج، وهيقعد اللي قعدوا معايا الدقيقتين اللي انا هقعدهم معاه هيفكر ابويا ليه هجم كده، هل شاكك فيا، هل بيشك ان انا بشوف حاجات عريانه من الاخر كده بابا، واعمل كده اديله توطئه نفسيه. وبس احط ايدي اللي هي جايبه الشريان من جوايا بالرحمه عليه بمنتهى الرفق، وابوس راسه او جبينه واطبطب عليه واقعد جنبه. ازيك يا بطل؟ تصدق انك بتوحشني؟ والله انا بسأل بره عليك ماما، قالت انك بقالك باين من الساعه 1. لا يا بابا لسه داخل، ده هي مش فاكره. اوكي بس الوقت غالي قوي. خلاص انا مش هضايقك كتير ولا حاجه، بس عشان ورانا مذاكره ورانا حاجات، كنت عايز اقول لك كلمتين، لما تفضى بقى تعالى اقولهم لك. بس انا خلصت المشهد. معلين هيرجعوا لا عنف ولا شتيمه. على فكره يا محمد بيه، احنا 3/4 كلامنا تهديدات وعنف من غير ما نحس. يبقى قابلني اذا نفعت خليه ينفعك. اوف ولاد اخر زمن، جير اخر نيله، الكلام ده كله زباله، لازم يختفي من حياه المسلمين لو كنا نحب الله ونحب رسوله صلى الله عليه وسلم.